الكاتدرائية ورأي القوى الدينية هنا وهنا من أجل أن يخرج مرضيا للجميع. هتعرض هذه المشروعات مع بعضها، مشروع الحكومة مع المشروعات المقدمة من أي قوة من القوى السياسية. واحنا في النهاية طبعا في هذا السياق، سياق البرلماني. احنا عايزين مشروع كنائس بنسمع عنه بقالنا كام سنة سيادة اللواء. لا كتير، بس خلاص بقى خلاص الدستور يعني قال لنا ده لازم في الدورة الأولى يتناقش، واحنا حريصين عليه في الدورة الأولى. طيب. الدورة دي أنا إن شاء الله أتمنى إن هو يجي فورا، علشان مش هنأخره يوم بإذن الله، يعني مش هياخد معانا حاجة أبدا، لأن احنا مش هنختلف أبدا على ما يتعلق بحماية دور العبادة، لأن احنا نؤمن بهذه القيم. احنا بنقول برضو إنه الموضوع مش تشريعي فقط، إنما الموضوع الآخر لابد أن يكون تنويري. يعني علينا احنا وعلى النواب أيضا مش ثقافة حبة الراس واصطلحنا والموضوع انتهى، إنما ثقافة إن احنا نكتمل، إن احنا عايشين في مجتمع واحد، والناس دي عايشة مع بعضها في واحدة، محدش هيسيب بلده أبدا، الكل عايش مع بعضه. فلابد من الناحية الاجتماعية تصفية النفوس. هذا سياق وسياق إعلاء سيادة القانون هو فوق الجميع نمرة واحد. يعني حينما يكون هناك جلسة تنويرية، وأنا يمكن أنا بنتوي إن أنا أروح مع أشقائي نواب المنيا وفي الصعيد علشان ومع رجال الدين، يمكن اتفقت مع رئيس لجنة الشؤون الدينية وبعض القوى اللي هي وبرضو احنا هنقول هذا الكلام لقداسة البابا، ان قيادات الدينية هنا وهنا، قيادات تنفيذية هنا وهنا، قيادات اجتماعية هنا وهنا، لابد ان نلتقي بها في حوار تنويري، حوار يعني بيأكد على انه هذا الامر يعتبر خيانة لهذا الوطن اللي يعبث فيما يتعلق بامور هذا الكيان الاجتماعي الواحد، بيعبث بأمانة الحفاظ على هذا الوطن، بيعبث بالأمن القومي لهذا الوطن، وأن أي محافظة ليست أقل من غيرها في أن تكون حريصة على الأمن القومي المصري. مصر ما عرفتش ولا الإسلام عرف الكلام ده. مصر لما دخل عمرو بن العاص سنة 18 هجرية بنى جامع عمرو بن العاص جنب كنيسة ماري جرجس في مصر القديمة، واللي برسم له المسجد مهندس قبطي. انت حضرتك لسه بتقول ثورة 19 وانت وفدي قديم، يعني يعني الدين لله والوطن للجميع ويحيى الهلال مع الكلام ده عشنا ايام جميلة. احنا كياننا الاجتماعي الواحد ده كان هو الضمانة والحصن اللي واجهنا بيه الغزاة والطامعين والمحتلين على مر العصور، اللي خضنا بيه الحروب الخمسة من 48 ل 73، اللي بنواجه بيه الارهاب. حاليا دماء ولادنا من هنا ومن هنا بتختلط ببعضها. يعني تتوقع الشيخ زويد خليني اضيف لك دي، قانون هو اللي هيصدر الاول، خليني اضيف لك مشروع القانون بتاع حضرتك ولا مشروع قانون الكنائس؟ لا انا الاثنين يكملوا بعض. لانه حماية دور العبادة مع حماية الوحدة الوطنية، احنا بنفعل ايضا دور العبادة. وبعدين عملية المشكلات الخاصة بانشاء دور الكنائس لابد من التعامل معها بهذا القانون بناء الكنائس وترميمها، لابد من ترسيخ قانونية هذا الإجراء. يعني ما حدش يعمل من تلقاء نفسه لما يبقى مستند على يعني تصريح قانوني صادر، يبقى الخلاف بين الحكومة وبين المواطن المعترض، مش بين اخواننا هنا وهنا، لا، لأن الحكومة هي المعنية بتنفيذ القانون. ده صحيح. يبقى المتضرر لا يلجأ من هنا او من هنا لاصحاب ديانته او لقياداته الدينية، لا، يلجأ الى اصحاب السلطة التنفيذية لكي ينفذوا ويعملوا تنفيذ القانون. اذا حدث تقاعس من السلطة التنفيذية، نحن كبرلمان لنا الرقابة على هذه السلطة التنفيذية. يعني مصر هتخش المحليات بالقايمة؟ اكيد. احنا امبارح كنا عاقدين مكتب سياسي، وكنا بنتكلم عن مظلة واحدة لائتلاف دعم مصر بكل الاحزاب اللي هي بتنضوي تحت لواء هذا الائتلاف، اللي هي مين ومين ومين، اللي هو عددكم كتير قوي. احزاب كتيرة، حوالي 7 8 احزاب يعني.
وحزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب يعني عديد، وحزب المؤتمر، ويعني عديد من الاحزاب. يعني كقائمة موحدة بتناقشوا ولا قررتوا انكم تخوضوا انتخابات المحليات بنفس قائمة دعم مصر؟ لا، هي مفيش حاجة اسمها نفس قائمة او دعم. باسم دعم مصر. احنا قلنا مظلة هذا الائتلاف سيكون تحتها جميع من ينتموا الى الائتلاف، سواء احزاب او مستقلين. وفي ذات الوقت احنا بننادي انها تبقى قائمة مغلقة. ليه؟ لانه هناك استحقاقات دستورية. نسب قائمة مطلقة زي البرلمان؟ مغلقة زي البرلمان؟ ليه هتحقق انت استحقاقات دستورية ازاي؟ نسبة شباب، نسبة مرأة، عمال وفلاحين، اقباط، كل شرائح المجتمع اسوة بما تم في البرلمان. هل منصوص في الدستور ان تتم انتخابات المحليات بنفس هذه النسب؟ لا، وفقا لما يعني قرره القانون. دلوقتي قانون الاداره المحليه جاي، يعني قانون الاداره المحليه لو قال ان نفس هذه النسب يتم تطبيقها في المحليات، ايوه يبقى لازم تعملوها قوائم مغلقه. طبعا. وقوائم مغلقه مش هينجح فيها غير قوائم دعم مصر. لا، احنا شوف يعني اصل مصر كلها تدعم مصر. لا، عشان احنا عايزين نقول ان كل القوى بتدعم مصر. يمكن احنا لما قلنا دعم مصر تزينا بالاسم. يعني اخواننا في اشقائنا في المصريين الاحرار لما قالوا المصريين الاحرار تزينوا باسم مصر وباسم الاحرار. يعني مش معنى هذا ان هم بس المصريين وهم بس الاحرار، الكل مصريين وكل احرار. الحزب مثلا الديمقراطي مش هو بس الديمقراطي وغيره ديكتاتوري. يعني اختيار الاسماء هو تزين بصفة هذا الاسم. زي محمد شردي، يعني اختيار اسمك هو تزين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في تزين في اختيار. ماشي، انما يعني هذا الكلام عشان بس ما نقولش البعض بيزايد ويقول مش انتوا بس. لا، كل مشكلة الناس انها بتنظر الى ما يمكن ان يحدث في هذا الشأن في القانون ده، هو ان هو سيمكنك من قبل الانتخابات، لان انت اكثر قدرة على الانفاق، اكثر قدرة على التكتل، اكثر قدرة على الحشد، اكثر قدرة الى الناس او الى الناخبين. فانت كده بتمنع فرص احزاب اخرى كثيرة جدا، رغم ان هم بقوا كام 54,000 كرسي المحليات، مش كده؟ ولا 52,000؟ يعني من 52,000 ل 54,000 كرسي في المحليات. هل تعتقد ان حضراتكم ان دعم مصر كتكتل عنده مرشحين يكفوا ل 52,000؟ شوف يا محمد بيه، هو طبعا ده عبارة عن تحالف انتخابي. واحنا لما كان في تحالف انتخابي في القايمة في انتخابات كان كل القوى فيه. يعني احنا بندعو كافة القوى ان احنا نبقى يعني قوة وطنية قومية. احنا اذا كان الاختيار هيبقى فيه افضل العناصر الموجودة في الدوائر واشرف العناصر يا سيدي وانقى العناصر. بعد اسم حضرتك ومن ادراك يا سيادة اللواء؟ من ادراك بايه؟ من ادراك ان اختيارك انت هو افضل؟ ما في ناس تانية عندها الناخب هو اللي يختار. انا ما بقولش انا مين؟ انا النواب هي اللي موجودة في الدوائر يا فندم. ما ممكن نواب الوفد يختاروا برضو ناس من افضل العناصر. يا باشا احنا بنرحب بهذا، والوفد لم يمانع في انه يبقى يعني يبقى لا مش يعني يخش في هذا السياق. يعني ما عندوش مانع ابدا، واحنا ما عندناش مانع ان احنا نبقى شركاء مع الجميع. ليه؟ لانه احنا ما يجبش نختلف على القيم بتاعة الاختيار. اسس الاختيار هي افضل العناصر. مش هتتم امتى؟ المحليات هتكون امتى؟ والله هو طبعا حتى الان القانون ما نزلش. يعني احنا هي مرتبطة طبعا بصدور القانون. احنا ما بس لازم تحصل السنة دي. ممكن انه لما ينزل الحاجات اللي منصوص عليها في الدورة الاولى هذه مواعيد وردت في الدستور بدون جزاءات على عدم تنفيذها. فتعرف طبعا كبرلماني انه دي تعتبر مواعيد تنظيمية اذا كانت وليست يعني ملزمة. اذا يعني تنظيمية. اذا كان ضاقت الوقت ممكن ان يكون في بداية الدورة الثانية
لا سيما ان الدوره الثانيه ليست ببعيد.